يقول في هذه السورة العظيمة سورة طه التي كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب. الله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. بسبب هذه الآيات أسلم عمر، وكما ذكر أخوي الشيخ نايف أصبح ثاني الخلفاء الراشدين، وأصبح عمر أحبابي في الله من العشرة المبشرين بالجنة. بسبب إيش؟ بسبب آيات. ربما أحبابي في الله نحن نجلس هذا المجلس المبارك نسمع آيات من كتاب الله عز وجل، تكون هذه الآيات سببا في دخولنا الفردوس الأعلى من الجنة وما يدريك. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله يا غالي ربما هذا المجلس اللي جلسناه الآن يكون سببا لنا في دخول الجنة. الله عز وجل يقول في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين ذول اللي أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ من يا أخوان؟ أهل الجنة في الجنة أقبل بعضهم على بعض، كل واحد يسأل الثاني، يسألون أنفسهم إيش؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كتب على نفسه الرحمة. الله أكبر. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عز وجل قد سمى هذا القرآن روح. الله جل في علاه يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله يا إخواني إنه جسد بدون روح. الله عز وجل يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تدري أن هذا القرآن أخبر الله عنه أنه يهدي للتي هي أقوم. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء إن هذا القرآن الله أكبر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجر كبير يا شيخ نايف. بل أزيد والله يا إخواني إن تمسكنا بهذا القرآن فإن هذا القرآن يخرجنا من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع إلى نور التوحيد والطاعة لله جل في علاه. الله عز وجل يقول ألف لام را كتاب أنزل إليك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كل كتب الدنيا وفي بداية هذا القرآن قال بأن هذا القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله يجعلنا من المتقين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية التي وصلت لهذا الرجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أحبابي في الله، الله عز وجل يقول آية في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء: معنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال: أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أعيد الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول الله عز وجل له: فاستمسك بالذي أوحي إليك. مو تمسك، استمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا قال بعدها؟ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله عز وجل أجاب عن هذا السؤال. الله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونادى قبلها جميع الناس: يا أيها الناس يا أيها الناس، جميع الناس، الكافر المسلم الكبير الصغير الغني الفقير الذكر الأنثى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عز
وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تضيع عنده سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنسان إذا قرأ القرآن يصل إلى تقواه، وإذا وصل الإنسان إلى تقوى الله دخل الجنة. تلك الجنة بما فيها من النعيم، رؤية الله، القصور، الحور، الأنهار. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الآية اللي سمعتها يا شيخ نايف، الآية اسمح لي بس أقرأها. تفضل يا شيخ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا الله. الله عز وجل لأنه لم يتعرف على الآمر. والله لو تعرفنا على الآمر لعلمنا يا أحبابي في الله بالمأمور. الله عز وجل يقول في سورة الزمر وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام ما أرحمك. الله عز وجل يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم ويتودد إليك، ومن تودد الله عز وجل إليك أنه يبدل سيئاتك حسنات. ومن تودد الله عز وجل إليك أيها التائب أنه يحبك. ومن تودد الله عز وجل إليك أيها التائب أن هذه التوبة ربما تكون سبب لك في دخول الجنة. إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اللهم لا تجعلنا منهم. آمين. هذا الصنف أحبابي في الله، الله عز وجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه وقال الرسول يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من هؤلاء الذين هجروا كلام الله عز وجل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هناك آية مدنية في سورة النور نزلت على الصحابة بعد جهادهم، بعد نصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحياتهم لهذا الدين، تدعوهم إلى ماذا؟ تدعوهم إلى التوبة والرجوع إليه. وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. لماذا قال محسنين؟ لأن القرآن يوصلك إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين، الإحسان. عشان كذا قال هدى ورحمة للمحسنين. ثم فصل في صفاتهم فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدها ماذا قال؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ترك القرآن وأقبل على الغناء. ويقول ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. الآن بسألك سؤال، لو جاء واحد ويعطاك شريط سي دي قال هذا شريط سي دي منوعات في أغاني وفي قرآن، تقبله؟ تقبله؟ ما تقبله. طب قلبك بعض الناس قاعد يدخل أغاني وقاعد يدخل قرآن، كيف تقبل تدخل أغاني في قلبك؟ طيب ما هو مصير من ترك القرآن وأقبل على لهو الحديث الأغاني وغيره من الملهيات؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هناك هدى ورحمة للمحسنين، وهنا فبشره بعذاب أليم. شتان بين القرآن وبين كلام الشيطان.